أنا عراقية ولا جزائرية؟ سلام أحبابي، واش راكم؟ مدابي تكونوا بخير. المهم كاين بزاف اللي شافوا لا فيديوز تاوعي وعجبهم الحال وقالوا لي ما كاش منها باللي جزائرية. ما كاش منها باللي عراقية. ما كاش منها باللي عراقية، راكي تكذب علينا. كيفاش هكذا وكيفاش مخارج الحروف تاعك هكذا تبان باللي جزائرية؟ ما على باليش. تعلمت. مع الوقت وتعلمت. أنا من 2013 وأنا راني نحاول نهضر بالجزائري. في 2014 انطلق لساني باللهجة الجزائرية، وما زالني كل يوم راني نتعلم بالمفردات الجزائرية. علاش؟ باسكو راهي بزاف، والجزائر راهي بزاف كبيرة على بيها. كاين ناس يقولوا حاجة، كاين ناس يقولوا حاجة واحدة أخرى. باغ اكزامبل ناس الغرب يقولوا غاية، يقولوا رفدنا. بصح ناس الشرق يقولوا لاباس، يقولوا هزينا، ما يقولوش رفدنا. على بيها كاين اختلاف في اللهجة الجزائرية. اللي حبيت نقول اليوم باللي كاين فيكم اللي قال هضري بالعراقي، وانا درت فيديو هضرت فيه بالعراقي في القناة تاعي، بصح كاين اللي ما شافوش. المهم انا رايحة اليوم نحكي لكم واحد الحكاية، ماذا بي تكون رواية. هكذا باش تهبلوا. المهم رايحة نحكي لكم واحد الحكاية بالجزائري، ومن بعد رايحة نحكي معاكم بالعراقية، هكذا باش تسمعوا كي أنا قلت لكم باللي الإنسان كي يهضر بلهجة من بعد يعاود يهضر بلهجة واحدة أخرى يتبدل الصوت تاعو، تتبدل الشخصية تاعو، يتبدل كلش فيه، حتى الطاقة تاعو تبدل. كاين اللي ما آمنوش، كاين اللي قالوا لا لا، كاين اللي قالوا إيه، كاين منها. كاين ناس مازالوا يتفكروا هذاك المصري اللي جات زي خطرة، أنا ثاني نتفكره. وحتى خطرة هدرت معاه وهكذا. من بعد بصراحة يعني بصراحة ما نفكرش الحساب تاعه واش كان اسمه، حتى الراجل كان نصراني زعما، حتى ماشي مسلم. المهم نحكي لكم حكاية، نحكي لكم واحد الحكاية بالجزائري، من بعد يعني خلال الحكاية نبدأ نهضر بالعراقية هكذا باش نخليكم في حالة صدمة ودهشة، تخلعوا اليوم. المهم خطرة كان عندنا في العراق معرض بغداد الدولي، هذا للكتاب. باسكو عندنا زوج، عندنا معرض بغداد للتحف يعني حوايج كلش يبيعوا، وكاين تاع كتب. المهم انا يعني قلت خلاص انا نروح لتاع الكتب زعما، هما يجوا في اوقات متفاوتة ماشي كيف كيف. المهم قلت خلاص انا نروح هكذا نشوف واش كاين، بالك نشري كاش كتاب ولا، باسكو انا نحب الكتب. رحت هكذا بديت نشوف ال يعني الامارات، بغداد، بيروت، سوريا، كلش هكذا. وانا راني نمشي لقيت معرض الكتاب الجزائري، قلت لا لا. واللي كانوا يبيعوا كانوا من السكان تاع البلاد زعما، كانوا لبنانيين وكانوا سوريين وكانوا. قلت خلاص انا اليوم متاكده رايحه نلقى كاش جزائري ولا جزائريه، راني متاكده. المهم واني امشي اوكي بالمعرض، فسالت ولد شفته واقف، قلت له بلا زحمه انت جزائري؟ كان يقول لي لا. قلت له زين اكو هنا احد جزائري؟ يعني انتو معرض كتاب جزائري؟ قال ايه هذاك الرجال اللي قاعد هناك جزائري. قلت له صدق والله؟ قال لي ايه والله. المهم مشيت بخطوات ثابتة تجاه هذاك الراجل. راني نخلط دوك هكذا عراقي وجزائري. لا هسه راح احكي بس عراقي على مود ها يعني تصدقون بعد. المهم فالرجال كان قاعد، فكان اروح له. قلت له طبعا بديت احكي بالجزائري، قلت له السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. قلت له شلونك عمو، شو اخبارك كذا؟ قال لي الحمد لله زين. يعني ها كله بالجزائر، يعني هو خطيه منطلق وكيف شاف بنت بلاده، يعني مثل ما انتم تقولون بالجزائري. المهم بعد يعني خرط وخرط قلت له انا عراقيه. قال لي كذب؟ قلت له والله العظيم. الرجال طبعا الرجال وين؟ مثلكم عقله فوت. قال لي صدق والله؟ قلت له اي والله العظيم. قال لي لا اكيد امك جزائريه فانت تحكين جزائري زين. قلت له لا والله. قلت له امي عراقيه وابوي عراقي، يعني احنا عراقيين. وانا قلت له حتى رجل خالتي هم عراقي، رجل عمتي عراقي، ما عندنا احد من الجزائر ابد، يعني ماكو اي احد يعني. قال لي اوكي. قال لي اذا حكيك صحيح وانت تقولين اليوم انت جايه ويا امك، لان انا بوقت اللي كنت امشي ماما راحت قعدت لانه تعبت هوايه. قال لي اذا صدق روحي صحي امك رد احكيها سلم عليها. قلت له ايه. ليش لا؟ هو انا حخاف من ايه يعني؟
المهم رحت صحت ماما، قلت لها عافية ماما الله يخليك تعالي، هذا ما مصدقاني عراقية. قلت لها باعي بس نروح نسلم على الرجل ونرجع للبيت، لأن على أساس الوقت تأخر وهاي، يعني كانت الساعة 6 بالليل، مو كلش. قالت لي إيه لأن أنا تعبت وما أدري شنو، رجلي قامت توجعني. المهم رحنا على الرجال، طبعا ما شاء الله أمي حلوة، فالرجال من شافها قام هو من سمعاني يعني عراقي عشان جزائري، يظل قاعد من الصدمة، بس من شاف أمي قام وقف. فالمهم قام سلم على امي وما ادري شنو هاي، وقعد يخرط بالجزائري عباله امي يعني بلكي يعني تنطق لها كلمه منا قعدت امي هالمره قامت تخرط بالعراقي، واني بنتي وتحب الجزائر وما ادري شنو، خابصتنا وهاياتها وما ادري شنو ها. فالمهم بعدين وراها اخذنا صوره اني والرجال، طبعا الالبوم مو يمي، والله كان شوفتكم الصورة يعني ليش لا يعني واي نوت. حياة الشهرة صعبة. تمام. والله عاد سلمنا على الرجال وما ادري شنو، وأتذكر أخذت الفيسبوك مالته، كان عندي فيسبوك، ورجعنا للبيت. وبعدين وراها طلع هذا الرجال يعني هو جزائري بس عايش بلبنان، حتى كانت يعني زوجته لبنانية، وعنده يعني جهال وهاي السوالف وكذا يعني المهم يعني انه قال لي ان شاء الله في اليوم نشوفك بالجزائر وما ادري شنو، وراها اختفى من الوجود. يعني صراحة الرجال يعني خاف انه يعني وحدة عراقية وتحكي جزائري الامر مشكوك به، يعني اكو ناس يعني مو بسهولة انه هم يطمنون او يصدقون، يعني حقهم يعني، لانه يعني شيء غريب عجيب. المهم هاي كانت قصتي لليوم، طبعا حكيت عراقي وجزائري على مود تصدقون. قولوا لي شنو رأيكم باختلاف اللهجات، شنو رأيكم بالصوت، شنو رأيكم شو اقول لكم، يعني انتم لا شنو الشيء الغريب اللي لاحظتوه من العراقي للجزائر ومن الجزائر للعراقي؟ اتمنى تكتبوا لي بالتعليقات. باي باي.